ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. هل تاكل 5 وجبات في اليوم او تزود عدد الوجبات عامه عشان تزود معدل الحرق، ولا الكلام ده مش مظبوط قوي، مش لازم حتى تزود عدد الوجبات بتاعك؟ بصراحه ان جه الحق الموضوع ده من الحاجات اللي ملهاش قاعده ثابته. يعني في ناس تقعد تقول لك، او مدربين كتير او دكاتره التغذيه حتى يقعد يميل الى فكره نزود عدد الوجبات ده بيزود الحرق، وفي ناس تانية تقعد تقول لك اهم حاجه مجمل السعرات تدخلها على مدار اليوم او الاسبوع، والماكرو نيوترينتس بقى والكلام ده كله. وان جه الحق اغلب الابحاث لما تيجي تشوفها، لو دخلت على جوجل سكولر عامه او جيت تشوف اغلب الابحاث، يعني تيجي تخش يقعد يقول لك هو اهم حاجه مجمل السعرات تاخدها، تلاقي بيميل الى هذه النقطه يعني. ولكن انا النهارده هتكلم عن الموضوع ده من ناحيه الخبره اكتر ما هو من الناحيه العلميه والكلام ده. يعني انا بصراحه في كلاينتس عندي مثلا بديهم عدد وجبات كتير او كده، والاقي ايه ده، دول عملوا نتائج كويسه جدا. وفي كلاينتس تانيين اجي لا ما اديهمش عدد وجبات كتير، اقلل معاهم عدد الوجبات وليه عمل برضه نتائج كويسه جدا. فاللي هو يعني وممكن شخص يجيب معاه ده وما يجيبش معاه ده، والعكس صحيح. ولكن بصراحه اغلب الناس لما كنت اجرب معاهم تزود عدد الوجبات، الموضوع ما كانش بيجيب معاهم نتائج ايجابيه، بسبب ان غالبا يعني لما مثلا قاعد مثلا يديك 2000 سعره، فال2000 سعره دول مثلا ايه، هقسمهم على 5 وجبات، فيبقى كل وجبه فيها 400 سعره، فبالتالي تلاقي الشخص لما ياكل الوجبه دي ما يشبعش قوي، فبالتالي هو الوجبه ما شبعتوش، ففرصه ان هو يبوظ بتكون عاليه. يعني انا كشخص، وفي ناس كتير جدا كنت بمرنهم الموضوع ده جايب معاهم نتائج كويسه جدا، مثلا بديهم وجبتين او 3 مثلا في اليوم، والفكره بس كل وجبه يبقى فيها سعرات كافيه بحيث ان انت تشبع، وبتجيب معاهم نتائج كويسه جدا. فاهمين الفكره؟ زي مثلا وقت زي رمضان، الوقت المتاح ان انا كنت اكل وجبتين بس في اليوم، كنت بعمل فيهم نتائج ممتازه جدا، بالذات كنتائج تنشيف عامه. فالملخص للكلام ده كله، شوف انت جسمك انت بتحب ايه، انت هتقدر تعمل ايه. يعني انت هتقدر تلتزم على حوار 5 وجبات ده؟ هل انت شخص بتاعك ما بتجوعش كتير، يعني بتيجي تبقى عايز لما تاكل وجبه لازم تاكل وجبه تقيله وحجمها كبير يعني، ولا انت شخص لا بالنسبه لك عادي تاكل وجبات صغيره؟ فالموضوع ده بيختلف من كل شخص للتاني، فشوف جسمك هيستجيب لايه، وفي نفس الوقت انت هتقدر تلتزم بايه، وبس كده.